السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما شفنا شرح لدرس حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت، جاتنا الفرصة باش اننا نديرو تمرين تطبيقي، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا عندنا هذا هو التمرين ديالنا، فيمكن لكم توقفوا الفيديو وتقراو المعطيات او تخرجوا التمرين. تمرين واحد: نعتبر بكرة متجانسة شعاعها R قابلة للدوران بدون احتكاك حول محور ثابت دلتا. كما كتشوفوا عندنا هذه هي البكرة ديالنا كتدور حول واحد المحور ثابت اللي هو دلتا، يمر بمركز قصورها. نلف حول البكرة خيطا F كتلته مهملة وغير قابل للامتداد، ويحمل عند طرفه جسما صلبا S كتلته M يمكنه الانزلاق بدون احتكاك فوق مستوى مائل بزاوية ألفا بالنسبة للمستوى الأفقي. كما كتشوفوا عندنا هنايا واحد البكرة كتدور حول واحد المحور ثابت. شنو كنديروا لهاد البكرة؟ كنلويو على واحد الخيط. الشرط الاول هو هاد الخيط الكتله ديالو مهمله، والشرط الثاني هو غير قابل للتمدد، يعني ما يمكنش يتجبد. وكنربطوا واحد الاطراف ديالو بواحد الجسم صلب. هاد الجسم الصلب واقف فوق واحد المستوى مائل بزاويه الفا. من بعد كيقول لنا نطلق المجموعه بدون سرعه بدئيه. يعني شنو كنديروا؟ كنطلقوا المجموعه. شنو اللي كيطرا هو ان هاد الجسم هذا كينزلق. ملي كينزلق كيجر معاه الخيط ملي كيتجر مادام انه غير قابل للتمدد فخصو يدور لينا البكرة باش تدور. بتطبيق واحد نشوفوا السؤال الاول: بتطبيق مبرهنة مركز قصور على الجسم اس، على هذا الجسم هذا بوحده، يعني نديروا ليه تطبيق مبرهنة مركز القصور. اوجد تعبير شدة توتر الخيط بدلالة ام جي الفا و ا تسارع اس. ناخذ الجسم ديالنا بوحده كما كتشوفوا هنا فوق واحد السطح مائل، والخيط اللي كيربطو، حيت هنا غادي نديروا الدراسه غير لهذا الجسم اس مع الخيط ديالو فقط. البكره غادي نخليوها من بعد. كناخذوا المعلم اللي غادي نخدموا عليه. حنا غادي ناخذوه اللي هو اوكا او اي باش نديروا عليه الدراسه. ودابا نجردوا القوى. اول حاجه كنديروا هي جرد القوى اللي عندنا باي دائما كاينه اللي هي وزن الجسم اس. كاينه قوه اخرى اللي هي ار تاثير السطح. كاينه قوه اخرى اللي هي تي تاثير الحبل. كما شفتوا باي و ار و تي كنجيو كنمثلوهم. باي دائما كنمثلوها من مركز الثقل شاقوليه نحو الاسفل، هذه هي باي. ار ما كاينيش احتكاكات، راه ذكروها في المعطيات، فكنمثلوها عموديه على السطح وكنديروا لها ار. شنو كتبقى لينا؟ تي منين كيأثر من هذه النقطه ديال التماس، فكنجيو كنديروه هكذا، هذا هو تي. دابا غادي نديروا الاسقاط على المحور او اي، لان الحركه كتتم على هذا المحور او اي. علاش ما نديروش اوكا؟ لان ما كايناش عليه حركه، وحنا الشرط ديالنا هو اننا يكون تسارع، يعني يكون تسارع دليل على ان الاسقاط غيكون غير على او اي. غنديروا الاسقاط على او اي. بي الاسقاط ديالها على او اي هو هذا المتجه هذه على هذا الشكل هذا، وهذا هو هذا الضلع هذا ديال المثلث اللي هو كنسميوه بي اكس. وكنعرفوا ان الزاويه ديال الميل الفا هي نفسها هاد الزاويه اللي عندنا هنا الفا. فإلا بغينا نجبدوا بي اكس شنو كنديروا سينيس الفا كيساوي لينا المقابل هو بي اكس على الوتر اللي هو باي، فكيعطينا بي اكس راه هو باي سينيس الفا. جبنا دابا بي اكس. ار كتلاحظوا على انها عموديه فكتنعدم، والتي في المنحى المعاكس، يعني ملي كنديروا الاسقاط للتي كنديروا ناقص تي. وبالنسبه لبي راه كنديروا مادام بي اكس كما كتشوفوا ها هي راه في نفس المنحى ديال او اي،
ماشي بحال تي. تي كانت في العكس و بي كانت مع او اي، فكنجيو كنديرو زائد باي اللي هي ام جي سينيس الفا، و ار قلنا كتنعدم، فشنو كيبقى عندنا؟ كتساوي ام ا. دابا حنا بغينا نجبدو التاي لانه هو مطلوب لنا تعبير شده التوتر ديال الخيط، يعني مطلوب لنا تبقى لينا التاي، فكنخليو ناقص تي هنايا وكنديو كلشي للطرف الثاني، كتولي ام ا كتساوي ام ا عفوا ام ا ناقص ام جي سينيس الفا. الا بغينا نخليو غير تاي فغادي نضربو في الناقص، يعني ام ا غتضرب في الناقص غتولي ناقص ام ا، نحطها هنا ناقص ام ا، وناقص ام جي سينوس الفا غتضرب في الناقص غتولي زائد، وغنديروها هي الاولى ام جي سينوس الفا. وهذه هي التعبير ديال تاي شدة التوتر. غنمشيو دابا لجوج. تعبير أوجد تعبير شدة القوة المطبقة من طرف المستوى المائل بدلالة ام جي الفا. حنا عرفنا باللي ما كاينينش احتكاكات، يعني هذا الجسم هذا راه كينزلق بدون احتكاك، وقلنا بان ار راها عمودية على السطح ار، وقلنا هنا كاينه تي قوة تي، وقلنا القوة باي من مركز الثقل شاقولية نحو الأسفل، وهذه هي باي. دابا الإسقاط فين غادي يكون؟ واش على او كا ولا او اي؟ في نظركم الإسقاط على او اي راه كان عاطينا ار عمودية عليه وكانت كتنعدم، وحنا بغينا نجبدو هاد ار، يعني ضروري نديرو الإسقاط على او كا. فشنو غادي نديرو؟ غنديرو الإسقاط القانون الثاني لنيوتن على اوكا، حيت ما عندناش اختيار. بالنسبه لينا الا درنا الاسقاط على او اي راه كاينه الحركه، كاين التسارع، ولكن ار منعدمه عليه. وبالنسبه لاوكا هي فين كاينه يمكن لينا نخليو ار كما كتشوفوا. اول حاجه تلاحظوا معايا هنا ار في نفس الاتجاه وموازيه لاوكا، يعني غادي نعطيوها اشاره موجبه، هاي ما انعدمتش. كتبقى لينا التاي كتلاحظوا انها عموديه على اوكا فهي كتنعدم. شنو اللي كيبقى لينا؟ كيبقى لينا باي نبدل اللون ونجي نمثلها لكم. كما كتلاحظوا باي الاسقاط ديالها على اوكا، هاد اوكا بحال غادي نجيو نديروا ليه ازاحه ونحطوه هنايا، نحطوه هنا، هذا هو او كا. الا جينا حطينا هنا فالاسقاط ديال باي عليه هي هاد المتجهه هادي، هي هاد السهم هذا، وهذا هو باي زد. هنا كتكون واحد المثلث، قلنا هاد الزاويه الفا هي نفسها هاد الزاويه ديال الميل هي نفسها، فكيمكن لينا نخرجوا بي زد. كيفاش يمكن لينا نخرجوا بي زد؟ هو اننا نديرو الكوس ديال الفا. الكوس ديال الفا شنو تيقول لينا؟ تيقول لنا المحاذي اللي هو بي زد على الوتر اللي هو بي، وكيمكن لينا نجبدو كوس الفا بي زد بي كتساوي بي كوس الفا كتساوي بي زد. احنا جبدنا بي. شنو كيبقى؟ كيبقى واش نعطيوها اشاره موجبه او اشاره سالبه. داكشي كناخدو على حساب اوكا. كتشوفوا ان اوكا الفوق ولكن بي زد لتحت نحو الاسفل، فكنعطيوها اشاره سالبه. كنجيو دابا كنديرو كما قلنا ار كتبقى عندها اشاره موجبه لانها في نفس منحى اوكا. كنجيو للبي كنديرو لها ناقص بي كوس الفا، وبالنسبه للتي راه كنديروها صفر. فشنو كيبقى عندنا؟ كيبقى عندنا كتساوي ام ا، وبما ان التسارع غير موجود فهو صفر. شنو كنديرو؟ ار كتساوي ام جي كوس الفا بكل بساطه، وراه هذه هي ار شدة القوة المطبقة من طرف المستوى المائل على هذا الجسم هذا.
نجيو للسؤال 3. قالك بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك على البكرة أوجد تعبير شدة توتر الخيط بدلالة A و R و دلتا عزم قصور البكرة. أول حاجة البكرة راه كتخضع الوزن ديالها كنمثلو هو P، و كتخضع لتأثير السطح اللي هو R، و كتخضع لتأثير T اللي هو الحبل، فهنا كنديرو ليه T صفر. كنجيو ل3. بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك. العلاقة الأساسية للديناميك شفناها في الدرس هي مجموع ديال عزوم القوى ام دلتا كتساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. العزوم القوى شنو كاين من شحال كاينه من قوه؟ كاينه ار و بي و تي. شنو كنديرو ام دلتا ديال بي زائد ام دلتا ديال ار زائد ام دلتا ديال تي كتساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. بالنسبة لينا ام دلتا ديال بي و ام دلتا ديال ار كيساويو لينا منعدمان بسبب قطع محور دوران. شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا ام دلتا ديال تي صافي، هي اللي كتبقى لينا كتساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. الام دلتا ديال تي راه هي تي زيرو، حيت حنا خدينا تي خدينا هو تي زيرو فنكتبو تي زيرو. تي زيرو في ار كتساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. هنا عندنا واحد القاعدة بين التسارع والتسارع الزاوي. التسارع اللي هو A راه كيساوي لينا R في تيتا دو بوان، فكنجيو كنعوضو هنايا كتولي عندي تي زيرو في R كتساوي جي دلتا في تيتا دو بوان راه هي A على R. إلا عوضنا A على R نكملو هنايا، فغادي يصبح عندي تي زيرو شنو كيساوي؟ كيساوي جي دلتا فوا ا على ياش جي دلتا فوا ا على ار اس 2 على ار اس 2. وهذا هو تعبير توتر، تعبير شدة توتر الخيط بدلالة جي دلتا و ار و ا. كما كتشوفوا راه تمرين بسيط، وكاع التمارين راه تيكونوا غير بحال هكذا بساط. غادي نشوفوا اخر سؤال عندنا اللي هو 4. اوجد تعبير تسارع الجسم اس بدلالة جي دلتا و ار و الفا و جي و ام واستنتج طبيعة حركته. غادي نجيو اول حاجه شنو لقينا في الجزء الاول تي. لقينا تي كتساوي في الجزء الاول في السؤال الاول لقيناها هي ام عامل لاش للجي سينيس الفا ناقص ا. هادشي اللي لقيناه. وشنو لقينا تي زيرو؟ لقينا تي زيرو راه هي في السؤال الثالث، هادي لقيناها في السؤال الاول وهذه لقيناها في السؤال 3. لقينا بان تي زيرو اللي هو توتر الحبل كيساوي جي دلتا فاش في ا على ار مربع. دابا كاين واحد الشرط تيقول لنا بان تي زيرو كيساوي تي لاش؟ لان كتلة الخيط مهملة، يعني هاد تي زيرو راه كتساوي تي. فشنو كندير؟ كندمجهم، كنجي كندير ام جي سينيس الفا ناقص ام ا، راه نشرت غير ا ام ا كتساوي ليا جي دلتا في ا على ار مربع. دابا انا بغيت ا بوحدها اللي تبقى، شنو ندير؟ نخلي هاد ام جي بوحدها، ام جي سينيس الفا بوحدها، وندي ام ا للطرف الثاني. شنو غادي تولي؟ غادي تولي هي جي دلتا
في أ على ار مربع زائد ام أ. كما كتلاحظ دابا يمكن ليا نعمل ب أ لأن عندي هنا وعندي هنا، غادي تولي عندي هي ام جي سينيس ألفا كتساوي أ عاملاش لجي دلتا على ار مربع زائد ام. ودابا يمكن لي نخرج التسارع، غنجي نكمل هنا. ها هو التسارع غادي يساوي ام جي سينيس الفا غتولي تحت منها جي دلتا على ار مربع زائد ام، غادي تعطيني هي نديرو الكسر الكبير وغادي نديرو ام جي سينيس الفا علاش على لتحت جي دلتا على ار مربع زائد ام. وكما كتلاحظوا راه هي ها هو التسارع ا بدلاله اش؟ بدلاله ار كاينه، جي دلتا كاينه، الفا كاينه، جي كاينه، و ام كاينه. هذا هو التسارع. وبما ان هذا التسارع ثابت راه كيبان لنا ثابت لان ما كاينش متغير، ما كاينش تي هنا في التسارع. الا ما كانش تي فان الحركه متغيره بانتظام. هذه هي طبيعة الحركة. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.